السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنقول على شوية نصايح هتفيدك جدا في المطبخ. يلا بينا نبدأ. اول نصيحة، لما تيجي تعصجي اللحمة وانت بتحطي المادة الدهنية تشوحي معاها فصين مستكة، وقبل ما تطفي عليها تحطي معلقة صويا صوص، هتودي الطعم في حتة تانية خالص. النصيحة اللي بعدها، وانت بتعملي الحواوشي ضيفي معلقة طحينة او معلقة دقيق. التكة دي بتخلي اللحمة ما تنزلش سوائل على العيش وما تبوشهوش، خصوصا في عجينة الحواوشي الاسكندراني. النصيحة اللي بعدها، لو انت جايبة كمية بطاطس وخايفة تبوظ منك، حطي راس توم، هتساعد انها تفضل فترة طويلة من غير ما تبوظ. النصيحة اللي بعدها، وانت بتخزني البامية ضيفي عصير ليمون هيحافظ على خضرها. النصيحة اللي بعدها، وانت بتعملي الكفتة ضيفي في الخلطة بتاعتها معلقة نشا ومعلقة بيكنج باودر وبياض بيضة، عمرها ما هتفك ولا هتكش منك ابدا. طيب النصيحة اللي بعدها، لما تجيب استريتش رول ويغلبك، لما تيجي تستخدميه حطيه قبلها ب10 دقايق في الفريزر عشان مش يغلبك. طيب النصيحة اللي بعدها، عودي نفسك دايما لما تشتري طماطم وتسبكي، ابقي سبكي 2 كيلو زيادة للطوارئ وحطيهم في الفريزر، هينفعوكي في وقت أزمة. النصيحة اللي بعدها، دايما عودي نفسك تشيلي اللحمة المفرومة متعصجة وشيليها في الفريزر وقت الطبخ، هتلاقيها سهلة جدا. النصيحة اللي بعدها، عودي نفسك ما تشتريش فيجيتار، نشفي الفينو الفيض منك وطحنيه وحط عليه بابريكا وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وزعتر وشوية دقيق، هيبقى احلى من الفيجيتار الجاهز جدا وهيوفر كتير معاكي. النصيحة اللي بعدها، عودي نفسك ما تشيليش البانيه غير وهو متبل، ما ترموهوش كده في الفريزر وخلاص، لا قسميه على قد استعمالي. النصيحة اللي بعدها، عودي نفسك تعملي دريسنج السلطة وتحطيه في ازازة في التلاجة، حطي معلقة ملح ومعلقة كمون وربع معلقة فلفل اسود، وحطي نص كوباية خل وربع كوباية زيت. طبعا يفضل الزيت يكون زيت زيتون او زيت عباد الشمس او ذرة، ونص كوباية مية، وكل ما تعملي سلطة حطي منها عليها. النصيحة اللي بعدها، عودي نفسك كفتة الرز لما تعمليها ما تشيلهاش كده، لا حمريها الأول، هتبقى أسهل لما تخرجيها. النصيحة اللي بعدها، عودي نفسك لما تشتري فراخ تبليها قبل ما تحطيها في الفريزر، بصلة صغيرة شوية فلفل أسود ودعكيها بيها، لما تطلعيها تسلقيها هتبقى تحفة. ولو شايلاها للشوي ابقي زودي التتبيلة شوية. طيب النصيحة اللي بعد كده، عايزة تقطعي اللحمة او بانيه او كبدة شرايح رقيقة، جمديها الاول في الفريزر 10 دقايق او ربع ساعة. طيب النصيحة اللي بعد كده، حطي معلقة خل في اي عجينة هتصبح بيضاء وطرية وهشة. النصيحة اللي بعد كده، وانت بتقلي السمك عشان ما يبقاش فيه ريحة، حطي قليل من الفانيليا والزيت برضو، وبعدين سخني واقلي. طيب النصيحة اللي بعد كده، في صوص الحبهان قبل ما تستعمليها وتحطيها على الوصفة اكسريها علشان ينزل فايدته في الوصفة. النصيحة اللي بعد كده، لما تيجي تقلي الأكل وحبيتي تزودي زيت سخنيه الأول، وإلا الأكل هيشربه كله. طيب النصيحة اللي بعد كده، ذرة بيكنج باودر على الملوخية والبامية وهي بتستوي، وأي خضار بتخليها تحتفظ بلونها الأخضر. النصيحة اللي بعد كده، معلقة صغيرة سكر على الصلصة هتعادل الحموضة وتخليها أحلى وأطعم. النصيحة اللي بعد كده، نضفي الكرشة والممبار بالسفن أب والبيكربوناتو وملح الليمون في دقيقة. النصيحة اللي بعد كده، قبل ما تقوري أي بتنجان ادعكي إيدك بشوية عصير ليمون عشان ما تسودش منك. بس كده، يا رب أكون فدتكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.